كيف يعني كيفاش الاعلام يعني الاجنده او الطريقه اللائقه اللي من خلالها يمكن ان يكون هناك تواصل ايجابي تكون له آثار إيجابية سواء مع المديرية الجهوية أو على المديريات مع المديريات الإقليمية بصفة عامة. حتى لا أطيل بداية سأعمل إلى يعني تفعيل أو تطبيق ما جاء في هذا البرنامج، هو أننا سنقدم أنفسنا، وطبعا سأستهل بتقديم يعني السادة الأطر ديالنا ديال وزارة الشباب والرياضة. استهل بالسادة المدراء الإقليميين، لأنني أؤمن بأن العمل كيفما يكون يجب أن يكون عمل فريق، وبالتالي السادة المدراء الإقليميين حضروا معنا من أجل المشاركة ومن أجل تفعيل الأهداف اللي احنا كنسعى لها. إذا معنا سي محمد بيزي المدير الإقليمي ديال مدينة الناظور، سي محا مزيان المدير الإقليمي ديال بركان، الأستاذ عبد العزيز كذلك شحلاف مدير الإقليمي ديال الدريوش، ثم الأستاذ أحمد الغماري المدير الإقليمي ديال برسيف، الأستاذ رشيد برقشي المدير المدير الإقليمي ديال جرادة، فرغم انهماكه في اجتماع مهم إلا أنه أبى إلا أن يحضر معنا. الأستاذ كذلك الأستاذ عزة المدير الإقليمي ديال فيكيك بوارفا. مرحبا بكم جميعا. تفضل أستاذ. في الأول كنعبر على السعادة ديالي وأنا حاضر معكم في هذا اللقاء الإعلامي اللي نظمته المديرية الجهوية للشباب. وأنا موضوع على إشارة المديرية بمكتب الإعلام والتواصل. كما تعرفون أنا اشتغلت من قبل في وسائل الإعلام، وكنا ملي كنا في وسائل الإعلام كنا كنتسائلوا كنقولوا الإدارة خصها دير هذه خصها دير هذه خصها دير هذه. الآن أنا في موقع الآن الإدارة، والسؤال يعني ديك الهضرة كاع اللي كنا كنهضروا ديك الملاحظات يعني خصنا. إذا بالنسبة للمديرية دايرة واحد الخطة إعلامية توجيهات السيدة المديرة، وحنا كنسهروا على أننا باش ننفذوها. هاد المسائل كلها اللي كترتكز على السياسة الإعلامية ديال المديرية، مجموعة الحوايج راكم لاحظتوهم راكم ذكرتوهم. إذا المديرية عندها كاين مكتب الإعلام والتواصل، وبالنسبة لهاد الورقة اللي فيها لقاء إعلامي راكم غادي تلقاو بأنه رقم الهاتف ديالي باش يمكنكم تتصلوا بيا، كاين البريد الإلكتروني باش عندكم تتصلوا، كان إضافة إلى ذلك كاين الصفحة ديال الرئيسية ديال المديرية اللي كنشتغلوا فيها، ومن خلالها كيمكن أنكم تعرفوا واحد المجموعة من الأنشطة. طبعا هذا الشيء جا يعني من بعد تم تعيين السيدة المديرة. طبعا احنا عاد في البداية ما غاش يمكن الصفحة تكون كاع غنية، التواصل ما غاش يكون كاع ثري، ولكن حنا كنهضروا دابا على أسس، هو أننا نتواصلوا مع وسائل الإعلام، مع ممثلي وسائل الإعلام بجهة الشرقية بدون استثناء. ما يمكنش أن المدير يكون عنده واحد النشاط وتعيط غير 4 ولا 3 5 الناس اختارهم. هذاك هو الخطأ الكبير اللي كتطيح فيه الإدارات. حنا كنتعاملوا مع أي منبر كيف ما بغى يكون عنده قانون، لكن الصفة كنتعاملوا حنا مع الصفات، ما كنتعاملوش حنا بالمجاملات وهذا صديق ديالي، كنتعاملوا بالصفات. كاين منابر إعلامية عندها الوضعية القانونية ديالها، وكان عندها ممثل ديالها قانوني، ماشي شي واحد يبقى يعني يتحس الصفه ويقول لك انا مراسل جريده هو ما عنده حتى شي اعتماد، ما عنده حتى شي بطاقه، ما عنده حتى شي صفه. لا، المساله هذه راه ما حنا كنتعاملوا مع الصفات. لذلك حنا درنا سميتو لائحه باش تسجلوا الاسماء ديالكم، تسجلوا واحد المجموعه من المعطيات باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معكم. وبالفعل بالمساعده ديالكم حنا غندير واحد قاعده البيانات
الأسلوبية بخصوص مشاريعها يكون لقاءات متكررة مع الإعلاميين لجس نبض مناطق الضعف والقوة بالنسبة للمشاريع سواء على المستوى الوطني أو المستوى الجهوي. رابعا، كما ذكرت سعادتك سابقا أن الإعلام هو قاطرة للتنمية. أي تنمية؟ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطلائعية أيضا. عالم الرقمنة يعني تطغى عليه بشكل كبير السرعة ومواقع التواصل الاجتماعي. كملاحظة فقط، ربما إذا ذهبنا مثلا القطاع الثقافة فنجد لديهم مثلا صفحة على الفيسبوك يتواصلون بها يعني وينشرون منشورات إلى آخره. فأنا يعني أول اقتراح أن يكون لقطاع الشباب أو تكون له صفحة يعني هو الآخر على يعني مستوى مواقع التواصل. ما كتبناش، ما هذا هو ربما لأن أنا دائما يعني في الفعاليات الثقافية كنكون حاضر، يعني سواء في مسرح أو في أي حاجة عندها علاقة بالثقافة كنكون يعني متواجد، وربما نديروا التغطية طيلة أيام ذاك النشاط. ولكن يعني أنا شخصيا ماشي قديم بزاف في الاعلام، 3 سنين دابا تقريبا اللي بديت في الاعلام. اول مره كنجي المديريه ديال الشباب لدرجه ما كنتش عارف صراحه حتى فين كاينه بالضبط. اذا يعني هذه فرصه ديال التواصل، نشوفوا شي استراتيجيه مستقبلا. بالنسبه للتواصل الحمد لله كلشي متوفر، كاين واتساب، كاين الارقام ديال الهواتف، كاين اللائحه اللي عمرنا فيها المعلومات ديالنا. كنظن التواصل ما كيبقاش اشكال. كاين طرق مختلفه سواء عبر الاتصال الهاتفي المباشر او عبر كما اقترح الزملاء يعني عبر مجموعات في الواتساب. مجموعه من الشباب انتم باعتباركم كمدير الجهوي للشباب، كاين مجموعه من الشباب اللي تبارك الله عليهم في هذا الميدان ديال الاعلام اللي محتاجين انهم مثلا دي ستاج، يعني تفتح لهم واحد الستاج هنا في المديريه، في احداث جميع احداث المديريه هنا داخل المديريه، يعني باش تعطي لهم فرصه يعني باش انهم يبينوا القدرات ديالهم كهما كمستقبل للاعلام. يعني الشباب هو المستجاب للناس. كان هناك برنامج ابشيفت اللي هضرنا عليه. برنامج ابشيفت هو جاء في اطار تنزيل كيهدف الى تمكين الشباب خاصه في وضعيه الهشاشه لينخرطوا ويصبحون قادرين على تحديد تحديات المجتمع والخروج بحلول رياديه لمعالجه هذه التحديات. كذلك نظم التنظيم الجهوي لوزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الشباب جهه الشرق دورات تكوينيه دائما في اطار برنامج ابشيفت في المهارات الحياتيه بمركز الاستقبال. كانت عباره عن مجموعه من الورشات والانشطه التي تصب في كيفيه انشاء مقاوله او جمعيه او تعاونيه من خلال تشخيص مجتمعي لظاهره من ظواهر الهشاشه والفقر وغيرها من الظواهر المجتمعيه. علما ان برنامج ابشيفت يعتبر مقاربه تجمع بين الابتكار الاجتماعي وروح المقاوله لرفع قدرات الشباب الاكثر تهميشا من اجل ادماج اجتماعي واقتصادي فاعل ومنتج. كذلك برنامج ابشيفت يعود بحد ذاته الى تمكين الشباب من اليات جديده لخلق فرص للاندماج الاجتماعي والاقتصادي في المحيط الاجتماعي للشاب او الشابه. برنامج المديريه تعمل الان على تنزيل 4 برامج. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت لدينا فرصة لقاء إعلامي متميز مع ممثلي وسائل الإعلام بمختلف شرائحهم. أعتقد بأن كان الهدف الأساسي منه هو التعارف عن قرب، وهذا جاء بعد أشهر من تعييني كمديرة جهوية لقطاع الشباب جهة الشرق. كما كان اللقاء هذا كان فرصة للحديث على الطريقة اللائقة أو للتواصل، تواصل المديرية ومع وسائل الإعلام، وكذلك التواصل مع المديريات الإقليمية والمديرية الجهوية. وكان من الطبيعي في هذا اللقاء المميز أن نسلط الضوء على البرامج وأهم البرامج وأهم المشاريع للمديرية الجهوية نحن بصدد الاشتغال عليها، واللي هي جاءت تنفيذا لاستراتيجية قطاع الشباب، طبعا بتنفيذ تعليمات السيد الوزير الشباب وبالتنسيق الدائم للسيد الكاتب العام. واعتقد بان هذه البرامج هذه اللي غادي تنزل وحنا هضرنا عليها باطناب وناقشنا فيها كثيرا، كانت محاور مهمه جدا، واعتقد انه يمكن
نقولوها على سبيل المثال للحصر. كاين برنامج ديال التطوع، كاين برنامج اوراش، كاين برنامج ديال صوت الطفوله، كاين المخيمات كذلك تحدثنا فيها كثيرا. اذا اعتقد بان جميعا سوف نعمد الى تفعيل هذه البرامج، وسوف نسعى الى تنفيذها، وسنعمد الى تنميه الجهه من خلال هذه البرامج، طبعا تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله. وهنا بهذه المناسبه كنوجه الدعوه ديالي لجميع المنابر اللي حضرت معنا. طبعا كان هناك منابر كثيره مهمه جدا حضرت معنا في هذا النهار، هذا اعتقد بان لقاء متميز. كنوجه الدعوه للجميع اللي ما حضروش معنا انهم ينضموا لنا، ومن اجل نحققوا الهدف الاساسي اللي عليها احنا درنا هذا اللقاء هذا. وانتم كتعرفوا بان الهدف الاساسي ديالنا هو تفعيل المقاربه التشاركيه مع الجميع. شكرا جزيلا للاعلام، وشكرا على التدخلات ديالكم، واعتقد بانه مفخره اننا نشتغل مع هذا الاعلام هذا اللي فريمون فيه كفاءه عاليه اللي انا لمستها عن كفاءه. شكرا جزيلا.